الاهلي النهارده ما يستحقش الخساره. ما كانش احسن حاجه، ولكن كان احسن من اورلاندو بايرتس طول المباراه، وضيع فرص كتير وما كانش فيه توفيق. الجون اللي اتلغى في نهايه الماتش مش تسلل، لان رامي ربيعه عدل وضعه وتعتبر لعبه جديده وما استفادش من موقف التسلل. الاخطاء الساذجه اللي بيعملها رامي ربيعه وياسر ابراهيم وخالد عبد الفتاح اصبحت غير محتمله، وخصوصا خالد. رصيده خلص تماما. رامي وياسر مطلوب يركزوا اكتر من كده. وسام كان معتاد عمل اللي عليه وزيادة رغم انه مش موفق تماما، لكن يشكر على مجهوده الكبير. امام عمل ماتش قليل على غير العادة، وواضح ان الاصابة لسه مأثرة عليه. حسين الشحات بقاله كام ماتش مش موفق وبيلت وبيعجن كتير، والكرة مش ماشية معاه رغم الجون الحلو اللي جابه. يا ريت ما اشوفش اكرم توفيق في الملعب تاني، واتمنى نوديه اي حتة الكام شهر اللي فاضلين له حتى لو ببلاش. الصفقات الاجنبية هي الحل، لان الدوري ما فيهوش لعيبه تساعدك غير ابراهيم عادل وزلاكا، والاتنين مع بيراميدز. مصطفى العش مش وحش، بس مش واو يعني، سد خانه، يمكن يتطور معانا. عمر الساعي لعيب كويس وكورته حلوه وهيبقى مكسب، لكن لازم القوه البدنيه تبقى على مستوى المهاره، ولازم يتعلم انه لما يضيع الكوره يرجع يجيبها، والا هيحصل احمد عبد القادر. فكره اننا نلعب 4-5-1 بدون اجنحه ممكن تمشي مع الفرق المتوسطه، لكن مش هينفع نكمل كده، والا هيبقى موسم للنسيان. الكرة اللي بيقدمها كولر مش حلوة، واستحواذ الأهلي وشخصيته مش واضحة، وبيعتمد كتير على الكرة الطويلة وخصوصا لما بيتضغط عليه. كولر مش لاقي حل كويس للخروج بالكرة بعد محمد عبد المنعم. أورلاندو بايرتس فريق منظم وقوي، وقوي جدا تكتيكيا كمان، لكن الأهلي لو في حالته مكتمل العناصر يكسبوا ويكسبوا بسهولة. الصفقات الأجنبية لازم تخلص امبارح عشان تلحق تتجانس مع الفرقة. كالعادة الكام يوم الجايين هيبقوا فرصة للكارهين والشامتين وأصحاب الأجندات عشان يهدوا في الفرقة والإدارة. يا ريت ناخد بالنا وما نديهمش الفرصة. في نفس الوقت الإدارة لازم تتحرك بسرعة، وكفاياكم بطء وتردد، لأنه بجد بجد جمهور الأهلي بقى على آخره، وحاسس إنه بقى في وادي وإدارة ناديه في وادي تاني خالص.